مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. افتتاح مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة بحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة والجبهة. سعادة السفير محمد سعيد منتا يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الدول الإسكندنافية. البلاد تحتفل باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية للمرة السادسة والعشرين. انقلابي نيجيري يوقفون التعاون مع باريس، ووفد إكواس يقادر من دون حل الأزمة. بدء سريان وفد ضغنان لمدة 180 يوما في كولومبيا. وفاة 273 شخصا مثل ما ظنت في بنغلاديش. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتح مهرجان إريتريا في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بمدينة سياتل في 4 أغسطس بحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة والجبهة الشعبية والضيوف المدعوين من أصدقاء إريتريا، وآلاف المشاركين تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وقام حكام غالي عنسب السفير عبد الله موسى والقاش بركة السفير محمود علي حروي وشمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بقص الشريط لافتتاح المهرجان رسميا نيابة عن الحكومة والجبهة. ويعد التجمع الوطني السنوي الذي تنظمه المنظمات الثمانية التابعة للجنة الوطنية للأمريكيين الإريتريين أشبه بقرية نضالية تعكس تاريخ نضالنا التحرري والتاريخ الإريتري الموقل في القدم والثقافة والهوية الوطنية وجهود مقاومة العدائيات والدبلوماسية العامة والأنشطة الإعلامية. وقال القائم بأعمال سفارة إريتريا في الولايات المتحدة سيد برهاني قبرهويت أن المهرجان السنوي 49 سيعزز ارتباط المواطنين ببلدهم وثقافتهم، ويخلق منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ويوضح المظالم والضغوط المفروضة على إريتريا. كما حث جميع الإريتريين على تسليح أنفسهم لمواصلة تطوير وتعزيز هذا المهرجان. وافتتح المهرجان بالنشيد الوطني الذي قدمه الأطفال، بالإضافة إلى العروض الثقافية التي قدمتها فرقة فنية قادمة من إريتريا وفنانين مشهورين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيستمر مهرجان إريتريا 2023 بالولايات المتحدة حتى يوم السبت 6 أغسطس، وستقدم فيه ندوة رفيعة المستوى حول الوضع الحالي للبلاد ومحاضرات ومناقشات حول مختلف قضايا الحياة الاجتماعية وأنشطة القرى والمسابقات الرياضية التي تشمل العديد من الشباب وغيرها. تواصلت فعاليات المهرجان السنوي 25 للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في يومه الثاني بمشاركة حكام جنوب البحر الأحمر والأوسط والجنوبي وآلاف المواطنين. وقال حاكم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي للمشاركين أن القيادة الواضحة والوحدة القوية للشعب هي من بين العوامل المهمة لنجاح الشعب الإريتري. كما شكر السفير محمد سعيد كل من احتفل باليوبيل الفضي لمهرجان اسكندنافيا بمشاركة كبيرة وحماس قوي. وقد احتوى المهرجان الذي افتتح رسميا في 4 أغسطس على فعاليات ثقافية وندوات حول الشؤون الراهنة ومحاضرات مهنية وبرامج للشباب والأطفال وغير ذلك. وفي حديثه خلال حفل الافتتاح قال رئيس لجنة المهرجانات ألم تخلق رقيس أن المهرجان المنظم للمرة 25 أصبح أقوى وأكثر إشراقا على الرغم من التحديات. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوناس مانا بأن المهرجان هو رمز لرحلة الصمود والمثابرة. هذا ويشارك في هذا التجمع الوطني الآلاف من الإريتريين وأصدقاء إريتريا من مدن مختلفة في السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. تم الاحتفال باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية للمرة 31 في العالم وللمرة 26 في إريتريا تحت شعار فلنؤمن صحة ونمو الأطفال. في حديثه خلال حفل أقيم بمستشفى بيت مخاء العمومية اليوم، أوضح الدكتور عند برهان تسفازيون المدير العام بالإنابة لإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة أن حليب الأم هو مورد طبيعي غني بالمحتويات، وهو ليس مفيدا فقط للأطفال ولكن له فوائد صحية أيضا للأم. وحث الدكتور عند برهان الأمهات على فهم الفوائد الصحية لهذا الغذاء الطبيعي باعتباره اللقاح الأول وإعطاء الأولوية لتغذية أطفالهن بشكل صحيح. وقال مدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة السيد سامري أملسوم أن جهود وزارة الزراعة لتطوير المحاصيل المغذية تحقق نتائج مشجعة على أرض الواقع.
وشكر منسق اليونيسيف في إريتريا السيد سامويل مونغانديز الحكومة الإريترية على جهودها لمنح الأطفال الإريتريين بداية أفضل في الحياة من خلال الرضاعة الطبيعية والأغذية البديلة. هذا وستقام أنشطة توعوية في الفترة من الفاتح من أغسطس وحتى اليوم 31 من نفس الشهر لرفع الوعي بين الأمهات حول أهمية وفوائد حليب الأم وفقا لتصريحات وزارة الصحة. اختتم في الثالث من أغسطس المنتدى الخامس لمنظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي افتتح بنجاح في الأول من أغسطس وأصدر قرارات مرحلية هامة. وقد عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي نيابة عن وفد الحكومة والجبهة رفيع المستوى ندوة حول تقوية تنظيمات الجبهة وتعزيز الوحدة الداخلية للشعب والدفع ببرامج التصدي. وأجاب على أسئلة واستفسارات الحضور. وألقى المهنيون الإريتريون وأصدقاء إريتريا الأجانب محاضرات مهنية بالتركيز على القيم الإريترية وأيديولوجية الجبهة الشعبية لتعميق فهم ووعي المشاركين في المنتدى والنهج الصحيح الذي تتبعه إريتريا لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم تفسير عن النضال من أجل الخروج من النظام العالمي المهيمن والاستبدادي ومشاركة جميع المتضررين من سياسات الهيمنة العالمية وتعاونهم في وسائل الإعلام والدبلوماسية الشعبية. وقدمت في الختام الجوائز للمنظمات والمدن التي تفوقت في برامج التوعية السياسية والتنظيم والمساهمين في إنجاح المنتدى. وقد أصدر أكثر من 500 ممثل عن المنظمات والاتحادات العاملة في إطار اللجنة الوطنية للأمريكيين الإريتريين قرارات وتوصيات لتعزيز برامج التصدي وتعزيز دور ومساهمة الشعب المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. حضر المنتدى السفير عبد الله موسى حاكم إقليم عنسبة والسفير محمود علي حروي حاكم إقليم القاشبركة وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وأمريكيون من أصدقاء إريتريا. أعلن منسق حملة الطلاب التنموية الصيفية الأستاذ فانوس قدام تنفيذ أعمال فاعلة ضمن حملة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وذكر بأن أكثر من 7000 طالب ينتشرون في نقاط العمل ب12 مديرية لقرص شتول الأشجار ورعايتها وصيانة الطرق الممهدة. وقد تم وضع خطة لقرص أكثر من 320 ألف شتلة، حيث نجح نمو شتول الأشجار المقروصة في المديريات التي هطلت بها الأمطار جيدا. وأوضح خبير حماية التربة والمياه السيد كداني من قساب أحد المشرفين على العمل بأن الدراسات التي أجريت مسبقا لتحديد مواقع التشجير وإصلاح بساقط المياه ساعدت في إنجاز الأعمال. وأفاد الطلاب أنهم يعملون بتفان لإنجاز المهام الموكلة إليهم إدراكا لأهميتها. وفي الإقليم الجنوبي تم تنفيذ حملة الطلاب من أجل التنمية في جميع المديريات منذ 8 من يوليو المنصرم. تلقى مركز العلاج الطبيعي بمستشفى أوروتا الوطنية المرجعي 100 كرسي متحرك للأطفال المعاقين ومواد أخرى من الإريتريين المقيمون في السويد والمنضوين تحت اسم إيري تشايلد هود. وقال مسؤول مركز أوروتا للعلاج الطبيعي السيد قبر هويد تخلي أن 30 من الكراسي المتحركة سيتم توزيعها في الإقليم الأوسط والباقي في الأقاليم الأخرى. وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أوروتا الوطنية المرجعي السيد تولي يوهنس أن المعاقين بشكل عام والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص هم عبء المجتمع بأكمله، مشيدا بمبادرة المواطنين. وذكرت العائلات ورعاة الأطفال المعاقين المتلقين للدعم أن أطفالهم يحرزون تقدما جيدا في العلاج الذي يتلقونه بمركز أوروتا للعلاج الطبيعي. وأوضح أعضاء مجموعة إيري تشايلد هود الذين قدموا المساعدة عن ارتياحهم للمشاركة في مثل هذا العمل النبيل ودور الدعم في تخفيف عبء الأمهات. وقال المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور جيت أوم مبرحتو أن الحكومة خصصت أخصائيين في العلاج الطبيعي وجهزت معدات حديثة للمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد، وأن مثل هذه المساعدات المقدمة تدعم الخدمات المقدمة. هذا وقد تبرعت مجموعة إيري تشايلد هود ب 350 كرسيا متحركا للأطفال من ذوي الإعاقة ب4 دفعات. نظم أهالي عد حوشة بمديرية قال نفحي في الثالث من شهر أغسطس برنامجا ترفيهيا لعناصر قوات الدفاع المشاركين في حملة التنمية. وقال رئيس الأركان العامة لوزارة الدفاع الفريق فيلبوس واللي يوهنس أن العامين الماضيين كان عامان سار فيها الجيش الإريتري على خطى الأجيال الماضية والحالية وصنع تاريخا جديدا، وأن البرامج الترفيهية المنتظمة لتحفيز الجيش تبرز قيم المجتمع الإريتري السمحة.
وقال مدير عهد حوشة جبريل ستيفانوس أن أبطال قوات الدفاع الإريترية دفعوا ثمنا باهظا للحفاظ على استقلالنا وسيادتنا، وأن دورهم البارز في التنمية الوطنية نموذج للحفاظ على أمانة الشهداء. وقال السكان أن البرنامج يهدف لتأكيد الوقوف إلى جانب أفراد قوات الدفاع الباسلة. وحضر المناسبة قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي وقادة الفرق ومختلف مسؤولي الحكومة والجبهة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر هذه البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين حسب ما أفاد به أحد أعضاء المجموعة الانقلابية. وفي وقت سابق أعلن الانقلابيون في بيان تولي عبر التلفزيون إلقاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية وبوضع الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد الجهاديين. وتمثل النيجر المحور الأخير لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا التي تنشر فيها 1500 جندي بعد اضطرارها للخروج من مالي في صيف عام 2022. لكن الانقلابيين أعلنوا في نيامي التخلي عن اتفاقات عسكرية عدة معها. ورأى الكرملين أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة في النيجر في وقت دعا فيه الرئيس المخلوع محمد بازوم واشنطن والأسرة الدولية إلى التحرك، ورفع قادة الانقلاب في النيجر حظر التجول الذي فرضوه عقب سيطرتهم على الحكم وإطاحة الرئيس المنتخب في 26 من يوليو، مما أغرق هذا البلد في أزمة. دخل وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني والحكومة اليسارية حيز التنفيذ، حيث سيستمر قرار وقف إطلاق النار على مدى 6 أشهر في كولومبيا. وأعلن جيش التحرير الوطني عن وقف إطلاق النار قبل أيام قليلة من نهاية السنة الأولى من الفترة الرئاسية للرئيس غوستافو بيترو. وكان بيترو قد أصبح رئيسا للبلاد في 7 أغسطس 2022. ويأمل الرئيس بيترو الذي كان متمردا في السابق لإحلال السلام في البلاد. وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، يأمل أن يتم اتخاذ الخطوة الأولى على طريق إرساء اتفاقية السلام. وكان قد تم إبرام اتفاقية سلام تاريخية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في نهاية عام 2022، حيث تعتبر هذه الحركة أكبر حركة للمتمردين في البلاد. كما أن جيش التحرير الوطني يحظى بأهمية كبيرة باعتباره آخر حركة كبرى للمتمردين ولم تلقي السلاح. أفادت وكالة شينخوا بوفاة 273 شخصا أصيبوا بحمى الضنك في بنغلاديش منذ بداية العام الجاري. ومن جهته قال خبراء محليون في مجال الصحة أن نسبة الإصابة بالحمى بلغ بالفعل إلى ذروتها ومستوى الوباء، غير أن حكومة البلاد لا تؤكد ذلك رسميا. وتساهم الأمطار الموسمية المستمرة في بنغلاديش في انتشار العدوى، ولا يزال نمو عدد المرضى بحمى الضنك مستمرا بالرغم من الإجراءات المتزايدة لسلطات البلاد للسيطرة على تكاثر المعوض وتكثيف مكافحة يرقاتها. وفي عام 2022 سجلت بنغلاديش إصابة 62423 شخصا بهذا المرض ومقتل 281 منهم. وتكون أكثر من 80% من حالات الإصابة به خفيفة أو بدون أعراض، لكن الفيروس يمكن أن يسبب مرضا حادا شبيها بالإنفلونزا يمكن أن يتطور إلى مضاعفات قاتلة. في الخبر الأخير، أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون إلى نحو الثلث في يوليو الماضي مقارنة بمستوياتها في الشهر ذاته من العام الماضي. جاء ذلك قبل أسبوع من انعقاد قمة ستجمع في بيليم شمالي البرازيل ممثلين عن الدول الثمانية الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون. ويؤكد خبراء أهمية هذا التراجع لأن يوليو في عز موسم الجفاف الذي يكون عادة أسوأ أشهر السنة على صعيد عمليات تدمير أكبر غابة استوائية في الأرض. وأظهرت بيانات نظام ديتر للأقمار الاصطناعية التابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء إزالة 500 كيلومتر مربع من غابات منطقة الأمازون، وهو أدنى مستوى تراجع منذ عام 2017، ونسبته أقل ب 66% مقارنة ب 1487 كيلومترا مربعا أزيلت في يوليو عام 2022 العام الأخير من ولاية الرئيس السابق جاير بولسونارو.
في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح مهرجان الإرثيين في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وفد رفيع المستوى للحكومة والجبهة. سعادة السفير محمد سعيد منتا يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الدول المسلمة فيه. البلاد تحتفل باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية للمرة 26. انقلابيون النيجر يوقفون التعاون مع باريس ووفد إكواس يقادر من دون حل الأزمة. تجري سريان وقف إطلاق النار لمدة 180 يوما في كولومبيا. ووفاة 273 شخصا بحمى الضنك في بنغلاديش. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بخير.